للأمام. الفريقين راح يتقابلون مجددا في السوبر الإسباني، المباراة الأولى في سان ماميس والمباراة الثانية في هذا الملعب، والمباراتين بحول الله تعالى عبر قنوات أبو ظبي الرياضية. هذه كرة، هذا ميسي، هذا ميسي، جول جول. الحل ميسي، إذا غابت الحلول ما لك إلا ميسي، إذا أغلقت الطرق فهنالك من يعرف طريقا آخر، إنه ميسي. ميسي مرة أخرى يمسي على البرشلوني في كل مكان. تقدم برشلونة، أي والله، تو في الملعب، شو اللي وداه المدرجات، لكن ميسي في كل مكان، ما لها إلا ميسي. إذا استعصت الحلول عند الحل الأكيد، عند النهاية السعيدة يسجل ميسي. شوف المرور من الأول والثاني والثالث، وعينك على الرابع مر وسدد الكرة في مقتل. الأمور الآن فيها تقدم لبرشلونة. ومرة أخرى أيها السيدات والسادة، لا تسأل من سجل، هنالك ميسي، وهنا الهدف اللي يسجل. وبالمناسبة هذا الهدف اللي سجل ميسي هو السادس عشر في شباك بلباو في جميع البطولات، في مباراة رقم 22، يعني 22 مباراة ضد فريق نادي بلباو، هذه الذي درب الفريق بعد ذلك، من أشهر الأسماء التي دربت الفريق مع مارتشيلو بيلسا. هذه كرة تلعب للأمام، وهذه محاولة قائمة الآن وخطيرة، فرصة هدف، جول جول. متعة ما بعدها متعة يا برشلونة. المتعة عنوانها برشلونة، تناقلوها كرة من قدم إلى قدم، من قدم إلى قدم، أمام أنظار ملك إسبانيا فيليب السادس، نيمار. وبالتالي شوف راكيتيتش، سواريز أخذها نقلها في المكان السهل. هدف ثاني لبرشلونة، هدف ثاني لبرشلونة، هدفين في الشوط الأول من المباراة عند الدقيقة 36. هدف أول لميسي، هدف ثاني لنيمار. وكما تقترب والكرة إلى نيمار، والمحاولة بالفعل إلى داني ألفيس، العرضية بالإمكان، خطيرة، جول جول ثالث لبرشلونة، لمسة من لمسات الأسطورة، ثلاثية لبرشلونة، هدف ثالث ينهي الموضوع، ينهي الليلة. وبالتالي شوف العرضية المثالية من داني ألفيس البرازيلي للأرجنتيني. ما يحبون بعض في لقاء طبعا المنتخبات، لكن هنا في برشلونة يتحد البرازيلي بالأرجنتيني. الكرة، التمريرة، العرضية، وبعد ذلك لمسة من لمسات الساحر، صارت 3-0. يا سلام، بينما جول شرفي، هدف شرفي، هدف يسجله الاسمراني الباسكي ويليامز يسجل في الكامب نو. شوف التمريرة كانت جميلة خلف المدافعين، لحظة الكرة الصعبة جدا، صعبة جدا من الوضعية الخلفية، يأتي بلمسة ساحرة بالراس هذه المرة. نعم، ويليامز يسجل، وبالتالي صارت 3-1، صارت 3-1، هدف متأخر بعض الشيء.